أهلاً بيكم. النهاردة هنكشف تفاصيل تحقيق مثير جداً. تحقيق كشف عن حرب إلكترونية شغالة في الخفاء، هدفها هو المغرب. كل ده بسبب تغيير بسيط حصل على منصة إكس. حرب إلكترونية تستهدف استقرار المغرب وصورة مؤسساته. الجملة دي مش مجرد كلام كبير بيتقال، دي خلاصة الخطر اللي هنتكلم عنه. الموضوع هنا مش شوية تويتات غضبة، لأ، دي استراتيجية كاملة هدفها زعزعة استقرار بلد بحاله. طيب، السؤال المهم هنا، في العالم الرقمي الواسع ده، إزاي قدر حد يكشف حرب زي دي؟ مين اللي مسك أول خيط ووصلنا للشبكة دي كلها؟ يلا بينا نبدأ التحقيق. في الجزء الأول هنتعرف على الأداة البسيطة اللي كانت هي بداية كل حاجة. القصة كلها، صدقوا أو لا تصدقوا، بدأت من هنا. تحديث تقني صغير جدا في منصة إكس اللي هي تويتر سابقا هو اللي قلب الموازين وكشف خريطة الهجوم بالكامل. الخاصية دي اسمها حول هذا الحساب. بكل بساطة أداة بتخلي أي حد يعرف الحساب ده بيتكتب منه منين بالظبط، من أي بلد. ودي كانت الشرارة اللي كشفت حقيقة صادمة، إن جيش الحسابات اللي بيهاجم المغرب أصلاً مش موجود جوه المغرب. ودلوقتي بعد ما مسكنا أول الخيط، تعالوا نمشي وراه ونشوف خريطة الهجوم دي هتودينا لحد فين. وهنا كانت المفاجأة الأولى. الحسابات اللي عمالة تنشر أكاذيب وتحريض ضد مؤسسات المغرب وسيادته بتدار من بره المملكة. يعني دي مش آراء من مواطنين، دي حملة منظمة وموجهة من الخارج. والرسم البياني ده بيلخص الموضوع كله بشكل واضح جدا. تحليل المنصة بيورينا إن الجزائر هي المصدر الأول والأكبر للشبكات دي اللي بتهاجم المغرب. ومش بس الجزائر، التحليل كمان رصد نشاط كبير ومكثف جاي من قطر، من خلال اللي توصف بأنه غرف رقمية بتشتغل على تضخيم الهجوم ده. تمام، دلوقتي عرفنا مين المصدر. طب يا ترى كانوا بيشتغلوا إزاي؟ إيه هي الأساليب اللي استخدموها في الحرب الإلكترونية دي؟ هنا لازم نعرف مصطلح مهم قوي: الذباب الإلكتروني. دي مش مجرد حسابات ناس عاديين، لأ، دي شبكات منظمة وممولة، هدفها الوحيد هو إنها تنشر روايات معينة وتغرق السوشيال ميديا بهاشتاجات وأخبار كاذبة. طريقة شغلهم كانت منظمة جدا وماشية على كتالوج واضح من 3 خطوات. أول حاجة يعملوا حسابات مزيفة وشوية منها تنتحل صفة شباب مغاربة عشان الناس تصدقهم. تاني حاجة ينشروا ويكبروا هاشتاجات معادية زي هاشتاج المغرب أضحوكة العالم عشان يسخروا وينشروا الكراهية. وتالت حاجة نشر معلومات مضللة وأكاذيب بشكل مستمر ومنهج. والأخطر كمان إن التقارير بتقول إن بعض الحملات دي وصلت لمرحلة تزوير وثائق عشان تدي مصداقية شكلية للكلام بتاعها، وده بيورينا قد إيه أساليبهم كانت متطورة. بس يا ترى إيه الهدف من كل ده؟ وليه الموضوع ده يعتبر خطير قوي كده؟ تعالوا نحلل الأهداف الحقيقية ورا الحرب دي. النقطة الفاصلة هنا هي إننا لازم نفرق كويس جدا بين حاجتين. اللي بنشوفه ده مش مجرد آراء فردية أو انتقادات عادية على الإنترنت، لأ، دي استراتيجية رقمية منظمة ومجهود متخطط له عشان يأثر على الرأي العام ويزرع الفتنة. الأهداف ما كانتش عشوائية أبداً. الحملات دي كانت مصممة عشان تضرب في صميم الدولة، استقرارها الوطني، مؤسساتها وعلى رأسها الملك، وحدتها الترابية. والهدف الأكبر كان هو التأثير على الرأي العام وخصوصاً عقول الشباب. طيب، إزاي ممكن نواجه خطر زي ده؟ في الجزء الأخير من تحليلنا هنركز على الحلول وعلى ضرورة بناء خط دفاع رقمي قوي. المصادر بتقترح خريطة طريق واضحة للمستقبل. أولاً على الحكومات إنها تقوي قدراتها في المراقبة السيبرانية. ثانياً المنصات زي إكس نفسها لازم تطور أدوات الشفافية. وثالثاً وده الأهم، على المواطنين نفسهم إنهم ينموا مهارات التفكير النقدي. ودي شوية نصايح عملية ومباشرة للجميع. أول حاجة، لازم يكون في وعي بخطر الذباب الإلكتروني. ثانياً نتأكد من مصدر أي محتوى قبل ما نشاركه. ثالثاً نقدر نفرق بين المحتوى الحقيقي والمضلل. والأهم من كل ده، ناخد بالنا من الحسابات اللي بتدعي إنها وطنية وهي ما عندهاش أي دليل. في النهاية كل اللي اتكشف ده بيسيبنا قدام سؤال كبير ومهم جدا. في عالم رقمي مفتوح من غير حدود ولا جوازات سفر، يا ترى إزاي ممكن نحمي الحقيقة